في الموسم الماضي كان الأداء ديال أشرف حكيمي متواضع، ولكن في هاد بداية الموسم مختلفة تماما. انفجر المستوى ديالو. شكون هما الأسباب اللي خلاو أشرف حكيمي يقدم أداء متواضع في الموسم الماضي وماشي في المستوى فإلا جاوبنا على هذا السؤال غنعرفوا سبب تألق أشرف حكيمي في هذا الموسم. كنا عارفين بأن أشرف حكيمي في الموسم الماضي ما كانش كيقدم شي مستوى مزيان، وهذا الشيء راجع لبزاف ديال الأسباب اللي خلاته ما يظهرش بالقيمة الحقيقية ديالو. فمثلا نيمار وميسي اللي كانوا ضاغطين عليه، وشحال من مرة كتجي فرصة وكيلعبوها بجوج رغم ان اشرف كيكون في وضعيه انسب في التيران، وهذا الشيء راكم عارفينه بلا ما نتعمقوا فيه اكثر. ثاني حاجه وهي المشاكل اللي كانت مع ديك الفتاه والقضيه اللي كانت اتهمت بها اشرف حكيمي، والطلاق من الزوجه ديالو هبه عبوك، حيت هي كانت من مؤيدين ديك التهمه اللي كانت على اشرف، وراه ما ساهلش تفقد الاولاد ديالك حيت صعيب تخرج من هذه المشاكل بالزربه. فهاد الاسباب خلات المستوى ديالو يتراجع، وبقدوم المدرب لويس انريك هذا الموسم عطاه الحريه الهجوميه ولا كيسجل، وشفتو كيتغير المستوى ديالو ما بين الموسم اللي فات وهذا الموسم. وغير البارح قدر يسجل ركله حره خياليه، وشفتو النجاعه الهجوميه كي ولات عنده بزاف. وراه واحد العامل قليل اللي انتبه ليه وهو انه في هذا الصيف خدم على الكتله العضليه، وهذا الشيء راه مهم انه قليل فين غيتصاب، والجهد اللي غيقدم في التيران غيزيد يكثر. وصرح لويس انريكي وقال من الجيد انني كمدرب نمتلك لاعب بحال اشرف حكيمي، لاعب كيراوغ كيدافع كيجري وكيسجل ركلات حره واهداف من خارج 18 وكيعطي لي زاسيست، فراه من الصعب تلقى بحال هذا اللاعب.